أكيد وأنت بتقلب في التصميمات قابلك تصميم زي ده وسألت نفسك بيتعمل إزاي. أنا هعرفك إزاي تعمله من الصفر من برنامج لايت موشن. بس قبل ما نبدأ يا ريت تنزل تعمل لايك، ولو أنت مش مشترك تشترك في القناة عشان خلاص قربنا على 1000 مشترك. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة نيجي نفتح مقاس جديد ونختار الدقة 1080 إنشاء مشروع. بعدها نيجي نضغط على الزائد ونجيب مربع ونكبره كده. بعدها نيجي نختار اللون، خليه لون أحمر كده، ونيجي هنضغط هنا ونضغط هنا ونكبر على الآخر، وهنخلي نص المربع ده هنا كده في نص الشاشة. وهنيجي برضو نعمله نسخ ونغير اللون، نخليه اللون ده ونشده الناحية التانية كده. بعدها هنيجي نكتب BU كده، وهنختار الخط ده ونخليه باللون اللي هو الأحمر، وهنكبر على الآخر كده ونجيبها على الناحية دي كده. بعدها نعمل نسخ طبقة مكررة، ونيجي الطبقة التانية ونمسح دول، وهنكتب RG وهننزله تحته كده. بعدها طبقة مكررة تاني وهنكتب ER وننزلهم برضو تحت كده ونظبطهم. بعدها نيجي نعملهم في مجموعة واحدة وننسخ المجموعة دي، ونيجي نفك المجموعة الأولى اللي احنا نسخناها، ندوس هنا فك التجمع ونغير الألوان بتاعتهم للون ده كلهم. وبعدين نلزقهم تاني في نفس المجموعة ونشدهم الناحية التانية كده ونكبرهم كده كده. حلو. بعدها نيجي نجيب صورة البرجر، وهسيب لكم الملحقات دي كلها في قناة التليجرام، الرابط تحت في الوصف. ونحط البرجر كده ناحية على اليمين شوية كده. بعدها نيجي ونجيب دايرة ونعملها بالشكل ده، نحطها تحت البرجر ونخلي لونها أسود. نخش على التأثيرات، إضافة تأثير، ونختار تمويه ضبابي ونزودها وننزلها كده تحت شوية كده. بعدها نيجي نضيف صورة طماطم دي، نحطها فوق نصغرها، نحطها فوق هنا كده. نخش على التأثيرات، إضافة تأثير برضو التمويه الضبابي، ونخليه مثلا 110 ونعمل منها نسخ، نحط واحدة كمان في ريحة كده. بعدها نيجي نخش ونضيف الخاصة دي، نصغرها برضو، نحطها تحت هنا كده. وهننزل طبقة الخاص دي تحت هنا كده، ثانيا نبدل دول كده عشان تبقى تحت الطبقة الحمراء كده. ونيجي برضو التأثيرات ونضيف تمويه ضباب، نصغرها برضو شوية. بعدها نيجي نكتب كلمة سوبر هنا كده، ونضيف مثلا الخط ده واللون الأحمر ده، نطلعها فوق هنا شوية، نكبرها شوية. بعدها نيجي نكتب الكلمة دي على حسب بقى مواصفات المنتج، نكتب كلمة تيستي ونخليها بالخط ده واللون أسود تحت هنا. بعدها نيجي لو في خصم مثلا على الأوردر، هنيجي مثلا نحط سهم زي ده نشيل الخلفية وننزله تحت كده، نصغر نصغر
وجيبه تحت هنا كده، صغر تاني. مثلا في خصم 50%، هنعمل كده، هنكتب 50%، ونضيف مثلا أي خط احنا عايزينه لون أسود، وننزله تحت، كبرها شوية كده. بعدها نضيف حدود، بعدها نضيف الدايرة دي، ونشيل الخلفية. لا، نشيل الخلفية. حصل. نشيل الخلفية ونصغرها كده، ونحط لها ظل برضو، ونحط للسهم ظل. بس كده. لو انتوا عايزين بقى تكتبوا ارقام المطعم تحت او اي حاجة تانية، اكتبوها براحتكم. وده كان شرح النهاردة. يا ريت لو استفدتوا متنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا زر لايك. سلام.